السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني، انا نونا ودي قناتي. لايك وشير للفيديو لو عجبكم. معانا النهارده اكله اقتصاديه، يعني مش مكلفه، بدون لحوم، بدون اسماك. هنعملها كده بطريقه سهله وبسيطه. تعالوا كده نشوف ايه الطريقه. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. انا معايا كده كميه من العدس البني. طبعا هنضفه كده واغسله واجهزه معايا واسيبه في الميه لمده 5 دقائق او 10 دقائق ينتقع معايا. بعد كده حلة على النار ونزلت كده فيها بميه وسبت الميه لما غليت معايا. بعد كده هنزل بالعدس بعد ما غسلته كده ونضفته معايا ونقعته. هنزل عليه طبعا في الحله في الميه اللي بتغلي. اغطي عليه واسيبه لما يغلي كده معايا. طبعا بعد ما يغلي بيكون معايا من معايا كده ريم على الوش كده. حاولي تشيلي الريم ده من على وش الاكل، بيكون ايه، بيديله زفاره كده وما بدوش طعم حلو. شيل طبعا تنضفيه كده وتشيلي كل الايه، الريم اللي على وش الايه الميه. بعد كده بكون مقطعه معايا حبايه طماطم، حبايه طماطم صغيره، وبصلايه صغيره برضو مقطعاها، وكام فص من الثوم، ونص حبايه بطاطس او حبايه صغيره حسب اللي انت عايزاه. طبعا لو موجود جزر بيكون احلى وبديه طعم احلى كمان. طبعا هغطي عليه كده واسيبه لحد ما يستوي معايا ويكون جاهز معايا. غطيت عليه وسبته لحد ايه ما كده معايا استوى ايه ويكون جاهز معايا. هنزل طبعا هبهره وهنزل عليه طبعا ببريكا وكركم، وهنزل عليه بهارات. طبعا معايا كده عامله خلطه فيها فلفل اسمر وفيها كمون وكزبره وشطه. طبعا دي اللي انا ضفت عليه مع الملح. طبعا ديت الكمون والشطه والكزبره ضفتهم عليه والملح. طبعا هسيبه كده يغلي شويه لحد ايه ما يتشرب كده وياخد الحدق بتاعه معايا ويكون جاهز معايا كده. انا كده بعد كده استوى وكان جاهز معايا. طبعا انا نزلته من على النار. بعد كده انت عايزه تفرميه بالهاند بلندر، هو على النار لو عندك هاند بلندر، او مش عايزه تعمليه ممكن تعمليه في الخلاط. انا عملته سبته يبرد، نزلته كده وسبته يبرد لحد ما برد، وبعد كده فرمته في الخلاط وبعد كده ايه اديته غلوه على البوتاجاز. طبعا عايزه تقدميه بنفس الطريقه كده زي الفول، بدون يعني مش عايزه تفرميه او تهرسيه. طبعا بس بالمعلقه كده. وطبعا هريت البطاطس والبصل والطماطم كانت استوت معايا زي ما انتم شايفين كده، وده بالمعلقه كده، وهرستها كده بالمعلقه ويكون ايه معي. ضيفي عليه كده حبه من الزيت، وطبعا تغمسي بيه. طبعا عايزه تاكليه كده طبعا حسب رغبتك. هيكون حلو معاكي، هيكون جاهز معاكي وحلو كده، ممكن ايه تاكلي منه. مش عايزه انا بعد كده فرمته في الخلاط وجهزته يكون جاهز معايا على النار كده. وحله فيها ميه ونزلت عليها بحبايه بطاطس قطعتها مكعبات صغيره، انزل عليها بملح واسيبها كده لما تتسلق. انا مش عايزه اسلقها يعني اهريها، انا عايزه بس تنسلق وتكون مستويه معايا حلوه كده جاهزه معايا. بعد ما استوت وصفيتها عنها الميه ونزلتها وكده جاهزه. طاسه على النار ونزلت بحبه من الزيت وحبه من البصل، شوحتهم تشويحه كده مع بعض، ونزلت عليهم بحبايه طماطم مقطعاها مكعبات صغيره، شوحتهم كده مع بعض. بعد ما شوحوا نزلت عليهم بالبطاطس وهبدا اقلبهم وارش عليهم كده حبه كمون وخلاص على كده. طبعا انا حاطه في البطاطس ملح، فطبعا هي واخده حدها بس حبه كمون على قد كده وخلاص. ونزلت عليهم بقرن فلفل وشوحتهم معايا كده وتكون ايه جاهزه معايا. قدمتهم مع بعض كده اكله سريعه مش خدت مننا وقت، وغدا اقتصادي بدون لحوم بدون اسماك. طبعا كل اسبوع لازم هنعمل يوم او 2 بالطريقه ديت، ما هو مش كل يوم طبعا لحمه وفراخ. طبعا الماديات ما تسمحش. هتقدموها كده بالهنا والشفا، وجبه سريعه وغدا سريع بدون مش مكلف، يعني مش تاخد منك وقت ولا مجهود. كده هنقول انتهى الفيديو، ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه. باي باي.